تعالى شيلك الخوف اللي مخوفك تخش البورصه او تشتري اسهم، وان انت ممكن تخسر فلوسك كلها. صدقني مش حاجه، بس انا اكتر واحد ممكن تسمع منه الكلام ده، لان انا كان دايما اهلي يخوفوني من البورصه، لانه مش عشان حاجه وحشه، عشان هم بيحبوني وخايفين ان انا احس احساس الفشل، وخايفين ان انا اخسر فاتضايق وازعل من كتر القصص اللي سمعوها عن ناس بتبيع كل اللي قدامها واللي وراها، والناس اللي بتنتحر، والناس اللي فقدت كل حاجه عندها. طبيعي يخافوا على ابنهم انه ما يحصلوش كده، ما يحسش بألم الخساره والندم. ده طبيعي، ما عنديش مشاكل فيه خالص. بس اللي بيكلمك ده ما كانش يتخيل انه هيتكلم انه يشجعك انك تخش البورصه، وانك تستثمر في شركات تانية، وانك تشغل فلوسك وانت نايم، وسيمبلي عشان لما اتعلمت شلت الخوف. هقول لك حاجه صغيره جدا. احتماليه النهارده ان انت تبقى بتخش في احسن 30 شركه في مصر، مقسم فلوسك على 5 منهم، والخمسه في مجالات مختلفه، والخمسه بيكبروا وانت شاري في توقيت حلو جدا، وغالبا كمان الشركات دي هتبقى بتوزع عليك ارباح لان هي من الشركات الكبيره. ايه الاحتماليه ان الخمسه يقعوا؟ هفترض معاك ان واحد وقع، مش حاجه صعبه ورير انها تحصل، الاربعه مش هيكسبوا. كل ما اتعلم ده وتستثمر فيه صح، الخوف هيقل. وعشان تستثمر بعقليه هاديه، خلينا نمشي خطوه نشوف.